أنيس حاج موسى ركلية مرفوعة جول يفعلها زين الدين بالعيد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل ويسجل أول أهدافه في حياته مع منتخب بلاده في مباراته السادسة. الكرة الركنية منفذة بشكل رائع من أنيس حاج موسى في راس زين الدين بالعيد يفعلها ويسجل الجول الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 19. 1-0 للخضر، 1-0 للبيض، 1-0 للجزائريين أمام غينيا الاستوائية في بداية الشوط الأول من هذه المباراة. ارتقى بالعيد وضربها بالعيد وحطها بالعيد وسجلها بالعيد. 1-0 للمنتخب الجزائري أمام غينيا بعد 19 دقيقة لعب من أول ركنية للخضر نفذها ببراعة أنيس حاج موسى فوق راس بالعيد الذي افتتح مجال التسجيل للمنتخب الجزائري. 1-0. كرة خطيرة بكرار، كرة بكرار سهلة بين أحضان الحارس أونو. وعندنا قلب هجوم آخر. فارس شيبي على الجهة اليسرى يدخل فارس شيبي جول. اللعبة كانت ولا أروع يا سلام. هدفان مقابل 0 للجزائر أمام غينيا الاستوائية. الجزائريون لا يرحمون، الجزائريون لا يتعاطفون، الجزائريون لا يتهربوا. وشوف اللعبة من هنالك لم تكن هناك وضعية تسلل. كرة من إبراهيم مازا لفارس شيبي دخل وراه وضربها بوم بابا لمتر حطاله ابراهيم مازا لفارس شيبي. فارس صراحة لما يكون مش لما يكون في وسط الميدان لاعب نادي انتراخت فرانكفورت. فارس شيبي بلغه من العمر فقط 23 عاما، رقم 24 مع منتخب بلاده، يسجل ثالث اهدافه امام غينيا الاستوائية. هذا من الاخطاء. مرفوعة الكرة، دفاع يخرجها قوة من هنالك. هجم جوسي نبيل اوندو رايع توغاي قلت لك عندك حاج موسى الراسية جول. كان صاحب الفضل في تسجيل الهدف الرقم 100 للجزائر ويسجل الهدف الثالث. ضربت في المدافع ودخلت، لا ضربها ابراهيم مازا وضربت في المدافع ودخلت وجاء الجول الثالث. 3-0 صارت النتيجة الآن للمنتخب الجزائري أمام منتخب غينيا الاستوائية. الجزائريون فوق أرضية الميدان يستمتعون، الجماهير في المدرجات. خيارات كثيرة جدا. بعدين عندنا يوسف عطال كذلك. تغطية أنا من رامز الزروقي. رامز الزروقي الآن من انتبهت إلى أنه قائد الفريق اليوم. سبحان الله ما شاء الله. كرة في الخلف، روسكو على الجهة اليمنى من هنالك يلعبها مع أنيبو في الوسط. ضاعت الكرة، استرجعت من ريان، لعبها لإبراهيم. إبراهيم حط رجلك يا إبراهيم. ضربة واحدة سقطوا زوج، سقط زروقي وسقط إبراهيم. سلامتك رامز. بعدين هذا ايضا عنده شخصيه قويه، اوكي تعرض لحملات وتعرض لانتقادات ومع ذلك كل ما تدخلوا يلعب مباراته. هاي الاهداف، هدف اول من بالعيد والهدف الثاني لا هذا الاول من بالعيد دائما كان في الدقيقه 19 وبعدين جاء الهدف الثاني. أهلا بالجميع. اليوم عندنا تحليل تكتيكي سريع ومهم لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس إفريقيا. مباراة قد تبدو سهلة على الورق، لكن دعونا نكتشف معاً ما الذي يختبئ وراء الأسماء والترتيب. نعم، مثل ما هو واضح أمامنا، المواجهة تبدو محسومة. من جهة، متصدر المجموعة بأداء قوي ودفاع صلب لم يستقبل أي هدف، ومن جهة أخرى منتخب خرج رسمياً من المنافسة. لكن في كرة القدم، هذه المباريات بالذات هي التي تكون في الغالب أعقد الفخاخ التكتيكية. طيب، قبل ما ندخل في العمق، خلونا نمر بسرعة على تفاصيل المباراة. نحن نتحدث عن كأس إفريقيا للأمم 2025، والمباراة في ملعب مولاي الحسن بالرباط. هذه هي المعلومات الأساسية، والآن لننتقل إلى الأهم. وهنا يكمن الفخ اللي تكلمنا عنه. انظروا لهذا التباين الكبير.
الجزائر في الصدارة بأداء دفاعي مثالي، بينما غينيا الاستوائية تلعب مباراة شرفية بدون أي ضغوط. هذا الفارق الهائل في الوضعية هو الذي سيحدد عقلية وأهداف كل منتخب داخل الملعب. إذن، ما هي أهداف كل منتخب؟ الأمر يتجاوز مجرد الفوز أو الخسارة، لكل فريق حساباته الخاصة جداً في هذه المباراة. بالنسبة للجزائر، القصة واضحة. الهدف ليس مجرد الفوز، بل الفوز بأذكى طريقة ممكنة، يعني إدارة جهد اللاعبين الأساسيين، تجنب الهجمات المرتدة الخطيرة بأي ثمن، ومحاولة حسم اللقاء بأقل مجهود. وبما أن الدفاع قوي، فالفريق عنده الثقة للعب بخط متقدم، لكن طبعاً بحذر شديد. على الجانب الآخر، غينيا الاستوائية مهمتها مختلفة تماماً. دورهم هو إفساد المباراة على الجزائر. كيف؟ ببساطة عبر كتلة دفاعية منخفضة جداً وإغلاق كل المساحات في العمق، وبمجرد استرجاع الكرة الانطلاق بهجمة سريعة ومباشرة. وطبعاً سلاحهم الأهم في مثل هذه المباريات هو الكرات الثابتة. حسناً، الآن ندخل في قلب التحليل التكتيكي. المباراة ستحسم في 3 نقاط رئيسية، 3 معارك صغيرة داخل الملعب. خلونا نشوفها. السؤال الذي يطرح نفسه هو: أمام دفاع متكتل ومنظم بهذا الشكل، كيف يمكن اختراقه؟ الحل بالتأكيد ليس باللعب العشوائي، بل بالتركيز الذكي على نقاط ضعف محددة. المفتاح الأول والأهم هو منطقة نصف المساحة، أو ما يعرف بالهاف سبيس. هذه المنطقة التي تقع بين قلب الدفاع والظهير هي فعلاً كابوس أي منظومة دفاعية. إذا وصلت الكرة إلى لاعب هناك، النظام الدفاعي كله ينهار وتخلق فرصة خطيرة جداً. وكيف نصل لهذه المنطقة؟ عندنا 4 خطوات عملية. أولاً، تبادل المراكز بين اللاعبين لخلخلة الدفاع. ثانياً، تمريرات ذكية تكسر الخطوط الدفاعية. ثالثاً، العرضية الأرضية للخلف أو الكاتباك، وهذا سلاح فتاك. وأخيراً، إذا كانت كل الحلول مغلقة، يأتي دور التسديد من خارج منطقة الجزاء. المفتاح الثاني، ولبما الأهم في هذه المباراة بالذات، هو الضغط العكسي. هذا هو الرد المباشر على خطة غينيا الاستوائية. الفكرة بسيطة: بمجرد خسارة الكرة، يجب على الفريق بأكمله أن يضغط بشكل فوري لاستعادتها خلال 5 ثوان فقط. هذا يقتل الهجمة المرتدة قبل أن تبدأ من الأساس. وأخيراً، نصل للمفتاح الثالث: الكرات الثابتة. في مباراة مغلقة مثل هذه، الكرات الثابتة هي سلاح ذو حدين. هي تمثل أكبر خطر على دفاع الجزائر، وفي نفس الوقت هي فرصة ذهبية للجزائر نفسها لكسر التكتل الدفاعي وتسجيل هدف حاسم. إذن، بعد كل هذا التحليل، كيف نتوقع أن يكون شكل المباراة على أرض الواقع؟ هذه الجملة تلخص كل شيء بشكل ممتاز. ستكون مباراة صبر. الجزائر ستستحوذ على الكرة، وغينيا الاستوائية ستدافع. المباراة ممكن أن تحسم بلحظة واحدة، بتفصيلة صغيرة، ربما من كرة ثابتة أو لمسة ذكية. لكن يبقى هناك تحذير مهم: الخطر الأكبر هو أن تتلقى الجزائر هدفاً من مرتدة مبكرة، لأن هذا قد يغير كل حسابات المباراة. في النهاية، السؤال يبقى مفتوحاً: هل سنرى الجزائر تفرض منطقها وتفوز بالمباراة كما يتوقع الكثيرون؟ أم أن كرة القدم كعادتها دائماً لديها حسابات أخرى ومفاجآت لا تخطر على البال؟ الإجابة سنعرفها على أرض الملعب.